إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 4 من أكتوبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار. بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم للصراع الدائر بين قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الحوحات. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. منظمة الهجرة الدولية تعلن مقتل أكثر من 45 مهاجرا إثر غرق قاربين قبالة السواحل الجيبوتية. المبعوث الأمريكي إلى السودان يعلن فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الإفريقي بهدف إعداد قوات تدخل إفريقية لحماية المدنيين في السودان. ومفوضية اللاجئين في كينيا تدعو طالبي اللجوء إلى تسليم جوازات سفرهم إلى المفوضية في مدة أقصاها شهر. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة غرق أكثر من 45 مهاجرا ونجاة 99 آخرين، فضلا عن فقدان أكثر من 100 آخرين، وذلك إثر غرق قاربين قبالة سواحل جيبوتي بعد مغادرتهما اليمن، مؤكدة على أن عملية البحث جارية للعثور على أكثر من 100 مهاجر فقدوا قبالة سواحل جيبوتي. ووقع الحادث المأساوي على متن قاربين كانا يحملان نحو 310 مهاجرا كانوا قد غادروا اليمن إلى جيبوتي، وتمكن 99 شخصا فقط من السباحة إلى الشاطئ، في حين جرى انتشال 55 آخرين من البحر. وأضافت المنظمة أن المهربين أجبروا المهاجرين على النزول في عرض البحر قبالة سواحل أوبوك، مما أسفر عن مأساة إنسانية بما في ذلك وفاة أم مع طفلها الذي لم يتجاوز 4 أشهر. وأضافت المنظمة أن عملية البحث والإنقاذ ما زالت جارية من قبل خفر السواحل الجيبوتي، حيث تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على المهاجرين المفقودين. ويعد اليمن وجهة عبور لمهاجري دول القرن الإفريقي، لا سيما أثيوبيا والصومال، إذ يهدف معظمهم إلى الانتقال منه إلى دول الخليج وخاصة السعودية. هذا ويخوض كل عام عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هربا من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعيا لفرص اقتصادية أفضل. أعلن المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بريلو الأربعاء عن ما أسماها خطوات وترتيبات تهدف لوقف الحرب في السودان، من خلال إعداد قوات تدخل إفريقية لحماية المدنيين في البلد الذي مزقته الحرب، مؤكدا أن هذه الخطوة الجديدة أتت بعد تعثر محادثات جنيف التي غاب عنها ممثل الجيش السوداني في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف المبعوث الأمريكي إلى السودان إلى أنهم فتحوا قنوات تواصل مع الاتحاد الإفريقي من أجل إعداد وتجهيز قوات للتدخل لحماية المدنيين في السودان، إلا أنه لم يكشف عن الوقت المحدد لذلك، مشيرا إلى وجود إجماع كبير من دول العالم خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي على وقف الحرب في السودان واستعادة الحكم الديمقراطي، وفق ما ذكر صحيفة الشرق الأوسط السعودية يوم أمس الخميس. يأتي ذلك متزامنا مع تزايد الهجوم الذي يشنه الجيش السوداني وقوات الحركات المسلحة المساندة له على قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم،
وفي ولاية شمال دارفور التي أعلنت فيها قوات الحركات المسلحة المساندة للجيش سيطرتها على قاعدة عسكرية كانت تتبع للدعم السريع في منطقة بئر مزة التي تقع على تخوم منطقة الزرق ووادي المغرب شمال كتم، وأنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية، بالإضافة إلى أسر العشرات من الجنود بعد تمكنها من تحرير قاعدة بئر مزة التي قال عنها بيان القوات المشتركة إنها كانت مركزا لتجميع وتدريب المقاتلين القادمين من الخارج، وفق ما ذكر موقع سودان تريبيون. دعت مفوضية اللاجئين في كينيا اللاجئين الذين تقدموا بطلب الحصول على اللجوء السياسي ويتنقلون بجوازات سفر بلادهم إلى تسليم جوازات سفرهم في غضون 30 يوما. وقالت المفوضية في بيان صدر في 8 أكتوبر الجاري إن جميع طالبي اللجوء يحصلون على وثائق سفر معترف بها دوليا بموجب اتفاقيات جنيف، لكن ليس من القانوني بالنسبة لهم استخدام جوازات سفر الدول التي فروا منها. وحثت المفوضية جميع طالبي اللجوء الذين يحملون جوازات سفر بلادهم على تسليم جوازاتهم إلى إدارة خدمات اللاجئين بحلول نهاية الشهر الجاري. وحذرت اللجنة من أن من يعثر بحوزته على جواز سفر بلاده بعد منح اللجوء السياسي في كينيا سيواجه إجراءات تتراوح بين مصادرة تصريح الإقامة والترحيل من كينيا. ويوجد في كينيا مئات الآلاف من اللاجئين من البلدان المجاورة بما في ذلك الإريتريين، وقد حصل العديد منهم على حق اللجوء السياسي ولكنهم يسافرون حتى الآن بجوازات سفرهم الخاصة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم للصراع الدائر بين قيادات جبهة تحرير شعب تيغراي الحوحات، وهل سيؤدي هذا الصراع إلى مواجهات دامية في حالة الانقسام؟ نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامج تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم للحديث عن الصراع الدائر بين الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي الحوحات، وهل يمكن أن يؤدي هذا الصراع إلى مواجهات دموية بين الطرفين؟ فقد تابعنا خلال الأسابيع الماضية الخلافات البينية التي عصفت بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والتي أدت إلى انقسام الفصيل الذي ظل متماسكا لعقود من الزمن إلى مجموعتين، مجموعة يقودها رئيس الجبهة الدكتور دبراتسيون غابرميكائيل، ومجموعة أخرى بقيادة رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم التيغراي والمعين من الحكومة الفيدرالية جيتاتشو ردا. وهذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها خلافا عميقا في هذا الفصيل يصل إلى حد المفاصلة، حيث شهد مؤتمر اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير التيغراي الذي عقد في منتصف سبتمبر الماضي فصل رئيس الإدارة المؤقتة للإقليم من عضوية الحزب، بالإضافة إلى 15 عضوا آخرين، وذلك بسبب ما قيل عنها إنها تجاوزات تتعلق باستغلال الصلاحيات التي منحت لوفد التفاوض مع الحكومة الفيدرالية والتوقيع على بنود لم تكن محل الاتفاق دون الرجوع إلى إدارة الإقليم، وكذلك التراخي الذي حصل في تطبيق مخرجات اتفاق بريتوريا للسلام فيما يتعلق بالانسحاب من أراضي الإقليم وعودة اللاجئين والشروع في تنمية الإقليم الذي أنهكته الحرب، مقابل الالتزام الكامل من طرف إدارة الإقليم فيما يتعلق بتنفيذ البنود من جانب جبهة تحرير التيغراي أو الحوحات، مثل سحب الأسلحة الثقيلة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وتسريح قوات الجبهة أو دمجها في الجيش والشرطة الفيدرالية. لكنه وفق ما يرى المتابعون فإن قرار مجلس الانتخابات الأثيوبي الذي أشار إلى قبوله طلب إعادة جبهة تحرير تيغراي حزبا جديدا في مطلع سبتمبر الماضي بعد تلقيه طلبا من جبهة تيغراي في 26 من يوليو 2023 للحصول على صفتها القانونية التي أفضت إلى تسجيله حزبا سياسيا مع اعتبارات خاصة بعد فحص الطلب وفق قانون الانتخابات وتسجيل الأحزاب السياسية ومنحها شهادة الشخصية القانونية بوصفها حزبا سياسيا جديدا، رافضا طلبها بإعادة وضعها القانوني قبل الحرب.
هذا القرار تحديدا هو ما فجر الصراع من جديد بسبب رفض الجبهة تسجيلها كحزب جديد والإصرار على الإبقاء عليها على صفتها القديمة. ليعقب هذا الرفض عقد المؤتمر 14 للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والذي تخلف عنه رئيس إدارة الإقليم جيتاتشو ردا ومجموعة من عضوية اللجنة المركزية، لأنه لا يتناسب عقده في المرحلة الحالية حسب رأيهم. لتبادر بعد ذلك اللجنة المركزية للحزب في هذا المؤتمر بفصل رئيس إدارة الإقليم وبقية الأعضاء 15 الآخرين، ولتبدأ بذلك مرحلة صراع جديد بهدف التنصل من تحمل المسؤولية كما يراها بعض أبناء الإقليم. لكن الأمر لا يخلو من كونه صراعا على السلطة بين قادة الجبهة التي فقدت كثيرا من بريقها ومكانتها لدى شعب تيغراي بعد الهزيمة التي منيت بها في الحرب الأخيرة، ومحاولة من قادتها بإلقاء اللوم كل منهما على الآخر في إطار تشكل صراع جديد على من له الحق الشرعي في تمثيل شعب تيغراي، وذلك في أعقاب صعود جيتاتشو ردا إلى الأضواء بحكم التعيين الفيدرالي لمنصب رئيس إدارة الإقليم بصفة مؤقتة، وهو المنصب الذي كان يشغله قبل اندلاع الحرب الأهلية خصمه الحالي دبراتسيان جبرميكائيل الذي يتزعم الجبهة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل يؤدي الصراع الجديد بين قادة الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي الحوحات إلى مواجهات دموية؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاورن غازيتنياتا زدالو نتا راديو. استبق دبراتسيان جبرميكائيل قرار فصل ردا وآخرين من الجبهة بتصريحاته المشهورة التي اعتبرها المراقبون آنذاك تمهيدا لسحب البساط من تحت أقدام رئيس إدارة الإقليم المعين من أديس أبابا، وأنها جاءت في إطار تحريض الرأي العام لرفض شرعيته. وكان من ضمن تلك التصريحات التي صرح بها دبراتسيان بمناسبة السنة الجديدة وفق التقويم الأثيوبي أن وفد التفاوض ارتكب أخطاء بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وتقديم تنازلات في قضايا جوهرية، والاعتراف بوجود اتصالات بين إدارة الإقليم والحكومة الإريترية، وأن هذه الاتصالات أدت إلى خفض التوترات في المناطق الحدودية بين البلدين، وأن تلك الاتصالات أيضا كانت بعلم الحكومة الفيدرالية الأثيوبية، إضافة إلى اتهام جيتاتشو ردا بالانحياز إلى الحكومة الفيدرالية في تجاهل مشاكل الإقليم ومعاناة شعبه، وهو ما فهم منه لدى البعض أنه يهدف إلى تشويه صورة الخصم جيتاتشو ردا لدى شعب التيغراي الذي يعتقد أن التواصل مع النظام الإريتري الذي شارك في شن الحرب عليه إلى جانب القوات الفيدرالية هو خيانة عظمى لشعب تيغراي، كما أنها تهدف في ذات الوقت إلى منع إضعاف شعبية الجبهة من انقسام ولائها بين الطرفين أو الأطراف الأخرى خارج إطار الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، خصوصا أن هنالك من يرى بأنها كانت ولا تزال سببا في النكبات التي يعيشها الإقليم، وأنها عامل أساسي في عدم الاستقرار أدت بسبب قرارها الخاطئ بإجراء الانتخابات في الإقليم بشكل مستقل عن بقية الأقاليم، عندما أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد تأجيل الانتخابات في العام 2020 بسبب جائحة الكورونا، وهو القرار الذي أدى إلى اندلاع الحرب التي دمرت الإقليم وأدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وهو ما أدى إلى إلقاء اللوم عليها في تلك النتائج الكارثية للحرب، مما يؤدي إلى الخوف من تآكل شعبيتها بالفعل. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل يؤدي الصراع الجديد بين قادة الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي الحوحات إلى مواجهات دموية؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرنا. تعود الخلافات البينية في جبهة تحرير التيغراي إلى بداية تكوينها في السبعينيات، ولكن هذه الصراعات كانت ذات طابع سياسي ولم تكن خلافات عميقة أو كبيرة ولم تصل لحد المفاصلة، إلا أنها كانت تأخذ طابع التصفيات، لكنها لم تصل إلى مرحلة الحرب الأهلية الشاملة كما حدث في إريتريا. ولكن النزاع الآن بين جيتاتشو ردا ودبراتسيان جبرميكائيل ينذر بالتحول إلى مفاصلة دامية،
ويرى بعض المحللين أن الانقسامات عادة ما كانت تأخذ طابع النخب الإقليمية بين قادة التجراي، وأهمها نخبة أكسوم وعدوى ومنها ملا الزيناوي، ونخبة غرب تجراي ويمثلها دبرسيان قبر مكائيل من شريه، وهنالك قادة أيضا من جنوب الإقليم مثل منطقة رايا، وهم كذلك كانوا منقسمين على تنظيمات متطرفة ومعتدلة. فهنالك الرابطة الماوية لتجراي وتعرف باسم الميليليت، كما كان هنالك تنظيم جبهة تحرير تجراي المتحالف مع جبهة تحرير إريتريا والذي تم القضاء عليه مع الجبهة، وهنالك الحركة الديمقراطية لتحرير تجراي دمهيت، وهذه الأخيرة كانت تنظيما معارضا ومناوئا لنظام أديس أبابا الذي كانت تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تجراي. وكان هذا التنظيم يقوم بأنشطة مناوئة انطلاقا من الأراضي الإريترية في إطار التحالف الذي كان قائما بينه وبين النظام الإريتري. وكان النظام الإريتري يستخدم بعضا من هذه القوات في حماية مصالحه، وكانت تتم رعايته بصورة خاصة من حيث الدعم والتسليح والتموين بصورة أكبر من الجيش الإريتري. وكانت من مهامه أيضا حماية الحدود وحراسة المؤسسات والقيام بحملات الاعتقالات في صفوف الإريتريين في عملية التجنيد الإجباري. كما كان هنالك أكثر من تنظيم أثيوبي معارض، لكن كانت قوات الدمهيت هي الأكثر عددا والأكثر تسليحا والأقرب للنظام لعوامل عدة لا يتسع المجال لذكرها. وخرجت قوات الدمحيت من إريتريا بعدما قيل أنه فرض نظام أسمر عليها للسيد برهان نجا قائد تنظيم حركة جنبوت 7، وكان خروجها بعد أن تواصلت مع الاستخبارات العسكرية الأثيوبية لترتيب العودة في ترتيبات أحيطت بسرية تامة بين الجانبين، حيث فاجأت قرارات مجموعة كبيرة من التنظيم في مؤتمرها الذي عقد في سبتمبر عام 2015، حين اتخذت قوات الدمحيت بقيادة ملا أسقدوم قرار العودة إلى أثيوبيا وقامت باجتياز الحدود السودانية. وكان هذا القرار مفاجئا للحكومة الإريترية التي فشلت محاولة تعقبها لهذه القوات لمنعها من العودة إلى أثيوبيا. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل يؤدي الصراع الجديد بين قادة الجبهة الشعبية لتحرير التجراي الحوحات إلى مواجهات دموية؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويقول السيد فتح عثمان حول نشأة الخلافات السياسية في إقليم التجراي: إن طبيعة الممارسات السياسية في إقليم تجراي ومنذ السبعينيات وحتى اليوم تعكس الانشقاقات الجهوية بين نخب عدوى وأكسوم وباقي محافظات الإقليم، وارتبطت هذه الانقسامات بتأييد شعبي أصبحت مرجعيات فاصلة في الخلافات السياسية، وهي مرجعيات اعتمد عليها ملا الزيناوي والقادة التاريخيين للتنظيم، وهي اليوم تعود للمشهد بقوة. ويؤكد أن الأزمة الراهنة لها جذور في طريقة الحرب ذاتها، والتي تتمثل في انعدام استراتيجية كلية للصراع. بينما يعزو الباحث والمختص بالشأن الإفريقي عبد القادر محمد علي صراعات حزب جبهة التجراي إلى خلافات ومطامع داخل قياداته، قائلا إن الخلاف في جوهره صراع على من هو صاحب الكلمة الفصل في تقرير مسار ومصير إقليم التجراي، سواء على صعيد مستوى الترتيبات الداخلية أو فيما يتعلق بالعلاقات مع السلطة الفيدرالية، وأن ذلك يبدو في عدد من المسائل، من أوضحها التعامل مع آلية استرداد شرعية الحزب، مشيرا إلى أن الخلافات الداخلية لجبهة تجراي ليست بالشيء الجديد، لكنها تأتي في ظرف بالغ الحساسية تغيب فيه شخصية كاريزمية ومحورية مثل ملا الزيناوي القائد التاريخي للجبهة. وتتطابق وجهة نظر عبد القادر محمد علي مع رأي الأثيوبي من إقليم التجراي تيدروس حبنوم، التي تؤكد أن الصراع القائم في تجراي حاليا أصله صراع سياسي بين جناحي تاج ردا رئيس إدارة الإقليم ودبرسين قبر مكائيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تجراي على النفوذ والسيطرة، في ظل غياب الجهود الحقيقية لمعالجة الأزمة التي يمر بها سكان الإقليم، مؤكدا أن الأزمة بين المجموعتين أزمة عميقة تعكس صراعات متجذرة في الفسائل في الإقليم، معتبرا أن استمرار الانقسام داخل جبهة تحرير شعب تجراي يهدد بتنفيذ اتفاقية بريتوريا التي أنهت الحرب بين الجبهة والحكومة الفيدرالية، وأن فشل الإدارة المؤقتة في تنفيذ البنود الرئيسية للاتفاق مثل إعادة أراضي تجراي المحتلة وعودة النازحين يشير إلى ضعف القيادة المحلية، معتبرا أن الأزمة السياسية
التي تعصف بجبهة تحرير شعب تيغراي اليوم تمثل تحديا كبيرا للجبهة، لكنها في الوقت نفسه فرصة ذهبية للحكومة الأثيوبية لتعزيز سيطرتها على الإقليم، وأن هذه الانقسامات الداخلية والصراعات مع السلطة المركزية تصب في مصلحة الحكومة التي فشلت في القضاء على الجبهة عسكريا، لكنها باتت قادرة على إضعافها سياسيا. ويتوقع المراقبون أن تعصف هذه التحديات بحزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وسط مخاوف من انقسامات تؤدي إلى بروز تنظيم جديد بقيادة مجموعة جيتاتشو ردا، وهو ما يهدد أيضا بحدوث حالة من اضطراب الاستقرار السياسي والأمن في الإقليم جراء تصاعد الصراع بين الطرفين، يسهم في زعزعة استقرار البلاد وإقليمها الذي لم يمضي على تعافيه من الحرب سوى عامين. فهل يا ترى ستؤدي الخلافات والانشقاقات بين الحوحات في إقليم التيغراي إلى مواجهات دامية وتأكل الجبهة بعضها بعضا مما يضعف شوكتها وقوتها التي اكتوت بنارها شعوب أثيوبيا والمنطقة وشعب تيغراي نفسه قبل الكل؟ وهل يجد أبي أحمد ضالته المنشودة في إذكاء هذا الصراع كي يلاقي المنتصر فيه منهكا هزيلا ضعيفا؟ وفي المقابل هل سنرى تدخلا إريتريا بشكل أو آخر لمساندة الطرف المناوي لأديس أبابا بعد عقد مصالحات ما عطفا على ما تقتضيه المصلحة في المرحلة المقبلة؟ هذا ما ستكشف لنا الأيام القادمة، والأيام دوما حبلى بالمفاجآت. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. منظمة الهجرة الدولية تعلن مقتل أكثر من 45 مهاجرا إثر غرق قاربين قبالة السواحل اليمنية. المبعوث الأمريكي إلى السودان يعلن فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الإفريقي بهدف إعداد قوات تدخل إفريقية لحماية المدنيين في السودان. ومفوضية اللاجئين في كينيا تدعو طالبي اللجوء إلى تسليم جوازات سفرهم إلى المفوضية في مدة أقصاها شهر. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.